السلام عليكم وازيكم يا شباب. في الحلقة التانية النهاردة من البودكاست. النهاردة بإذن الله هنكمل الحكاية بعد ما وصلنا مطار ناريتا في اليابان، أنا وأخويا. بس قبل ما نبتدي عايز بس أفكركم اللي لسه مش مشترك في القناة يا ريت يشترك في القناة ولايك الفيديو، أو لو أنت بودكاست اعمل فولو للبودكاست على أبل بودكاست و سبوتيفاي. تمام. بس وباذن الله لو وصلنا ل 5000 سبسكرايبر هبتدي انزل لايفات، سواء هنا في البيت عندي او في بره في الشارع مثلا كافيه بتاع، برضو بحيث لو في اي اسئله او حاجه يبقى لايف، تبقى برضو الاجابه دايركت على طول يعني. تمام. بس نكمل بقى القصه بتاعتي. تمام. بعد ما وصلنا انا واخويا المطار، طبعا ساعتها احنا ما كناش يعني عارفين ياباني، يعني يا دوبك كنا لسه بنحفظ في الحروف. ماشي. طبعا الياباني طبعا معروف اللي هو الحروف بتاعته، عندك هيراجانا وكاتاكانا وفي كانجي. تمام. الهيراجانا والكاتاكانا دول دي اللي هي الابجديات، يعني الابجديه. خلاص. طبعا اللي هم اتنين ابجديتين عشان خاطر واحده للكلمات النيتيف بتاعت اليابانيين او الكلمات اليابانيه عامه، والتانيه للكلمات الاجنبيه. خلاص. يعني لو كلمه ملهاش مثلا يعني ترجمه بالياباني حرفيه بيقولوها بالكاتاكانا. خلاص. نفس النطق بتاع الهيراجانا بالظبط كنطق يعني الحروف، ولكن مختلف حاجه بسيطه، وشكل الحرف برضو مختلف حاجه بسيطه برضو، مش حاجه بسيطه، مختلف قوي يعني. تمام. عشان احنا اول ما ابتدينا نحفظ الحروف يعني، فكنا الهيراجانا كانت تمام وبتاع، فين وفين لما حفظناها تمام. وفي الكاتاكانا بقى قعدنا فيها وقت شويه يعني اللي هو بقى كله يخش في بعض بقى. تمام. طبعا بقى غير الكانجي بقى دي اللي هي الاشكال بقى. تمام. دي اللي هي الحروف جايه من الصين يعني، بس طبعا متعدله شويه، سمبليفايد يعني، عشان خاطر بيستخدموها هنا اليابانيين عشان خاطر يعرفوا يعني المعاني يعني. خلاص. عشان لو كله كان بالهيراجانا صعب، محدش يفهم اي حاجه، الفهم صعب يعني انك تعرف تقسم الجمل يعني. تمام. بس المهم فاحنا ما كناش عارفين الابجديات يعني، لسه بنحفظ فيها يعني. تمام. بس فالمهم اول ما وصلنا طبعا ناريتا طوكيو دون، يعني لما اقول لك ده مطار في طوكيو، مش معنى كده ان انت بتشوف بقى طوكيو بقى الانوار بقى والحاجات الجامده دي كلها من المطار. لا، المطار ده في حته كده في الارياف يعني. تكنيكلي طوكيو برضو، بس هي في حته في الارياف يعني. تمام. آه بس قرب تشيبا كده شويه اللي فاهم الخريطه يعني. بس فوصلنا هناك. تمام. طلعنا طبعا. آه يعني محدش قال لنا احنا المفروض يعني يعني تاخد التذكره تعالى بس. تمام. كان المفروض لو كنا عارفين يعني في موظف الاميجريشن اللي هو بيدينا بقى كارت الاقامه. طبعا كارت الاقامه بيتبع وانت داخل. ماشي. كنا المفروض نقول له احنا طلبه وبتاع وكنا عايزين البرميشن بتاع الشغل. خلاص. فبيدينا برميشن شغل عندهم هنا في اليابان في القانون، لو انت طالب حقك تشتغل 28 ساعه في الاسبوع بارت تايم. تمام. فكنا المفروض نقول له الكلام ده واحنا داخلين، بس طبعا ما حدش قال لنا عادي، ما حدش قال لنا اصلا اي حاجه يعني بخصوص الكلام ده يعني. تمام. اللي هو تذكره تمام، ورقك تمام، خلاص تعالى بس. ماشي. فالمهم دخلنا عادي، ما خدناش الختمه طبعا، بس المهم يعني دخلنا عادي الحمد لله. بس بعد ما بعد ما خلاص بقى خرجنا بقى من الجوازات والجمله والكلام ده كله، قابلنا البنت اللي انا كنت بتواصل معاها عشان خاطر اللي هي بتظبط لي الورق يعني، اللي كانت شغاله في المدرسه اليابانيه يعني. تمام. بس فدي كانت مستنيانا في المطار يعني بعد ما طلعنا يعني، وركبنا الاتوبيس. طبعا احنا خارجين اصلا مش عارفين يعني، احنا بنتكلمها عربي بس باقي طبعا كل حاجه ياباني في ياباني، وفي كلام انجليزي يفط يعني، ولكن اليابانيين كيابانيين يعني ما هو ما بيتكلموش انجليزي اصلا. نادر قوي لما تلاقي واحد بيفهم انجليزي يعني. تمام. فاحنا ماشيين وراها كده يعني وخلاص يعني. فالمهم هي راحت تشتري تذاكر اتوبيس وبتاع بحيث عشان نروح
ايه المكان بتاع السكن بتاعنا. خلاص. السكن بتاعنا والمدرسه كانت في منطقه اسمها جونما، ماشي، بريفكتشر يعني. دي شمال، يعني شمال طوكيو. خلاص. لازقه في طوكيو على طول يعني، بس هي ايه اللي هي البريفكتشر اللي فوق طوكيو على طول. تمام. بس فركبنا الاتوبيس وبتاع ورحنا على السكن. خلاص. السكن كان عباره عن ايه؟ السكن كان عباره عن شقه عادي في عماره. العماره اصلا فيها عادي يابانيين ساكنين، مفيش اي مشكله. كنا احنا اول ناس نخش في ايه، في السكن ده. هي شقه عاديه خالص، كانت 3 اوض وصاله. والمطبخ كان اللي هو الامريكاني، اللي هو على الصاله على طول يعني. والحمام كان طبعا الحمامات في اليابان هنا يعني 3/4 نظيفه يعني، تبقى التويليت لوحده والشاور لوحده. خلاص. فده كان نفس الكلام برضو، ده لوحده وده لوحده. تمام. بس فدي كانت الشقه، احنا كنا اول ناس نخش. اتضح بقى بعد كده، عرفت بقى بعد كده ان هم ايه، لا ده احنا اول ناس، بس ده لسه فيه يعني. خلاص. بعد كده دخل لنا اتنين من منغوليا واتنين من هايتي واعتقد بس كنا 6. خلاص. في الشقه دي كلها يعني. طبعا كل 2 واخدين اوضه يعني. تمام. برضو ايه عشان البرايفسي والحاجات دي يعني. وكنا طبعا بنشير المطبخ طبعا والتلاجة. ولكن طبعا كل واحد عارف ايه يعني حاجاته يعني. تمام. طبعا هما عشان بلاد غريبة وبتاع، ف كنا بنتكلم معاهم انجليزي وبالعافية يعني بتوع منغوليا دول كانوا بيتكلموش انجليزي. خلاص. ياباني بس. فكنا ايه بنخبط معاهم يعني بالياباني اللي احنا كنا ايه درسناه في المدرسة يعني، اللي هم كام اول اسبوع دول يعني. خلاص. المنغوليين دول جم بعدينا مثلا حوالي اسبوع او اسبوعين. خلاص. بتوع هايتي جم بعدينا مثلا ممكن بتاع شهر او شهرين حاجه كده. تمام. بس مهم وصلنا للسكن. طلعنا بقى الشنط وبتاع. طبعا احنا اول مره اصلا نبص على بقى ايه الشقه اليابانيه عامله ازاي. تمام. طبعا يعني هي اصلا العماره كانت على النهر. خلاص. بتبص من بلكونه. كان النهر قدامك يعني، انت شايف النهر وكده، وشايف مبنى البلديه هناك. كان هو اكبر مبنى في القريه كلها. هي انا بسميها قريه ليه؟ عشان هي ما فيهاش اماكن تقدر تروح يعني خروجات يعني كتير يعني. تمام. حاجه هنا بيسموها الاناكا، يعني معناها ايه؟ معناها الكونتري سايد يعني. تمام. بس ما كانش فيها اكتيفيتيز كتير يعني. بس فكنا من الشباك بنشوف المبنى البلديه الطويل، اكبر مبنى في البريفكتشر كلها يعني. بس واول يوم تمام ظبطنا بقى الشنط ومش عارف ايه والدولاب وخدنا اوضه. تمام. بس نمنا. تمام. صحينا تاني يوم بقى على الجرس دي. طبعا احنا في اليابان طبعا احنا جايين بقى سفر بقى تعبانين، فنايمين بقى مفيش. تمام. خبط خبط خبط. طلع مدرس كان في المدرسه يعني. جاي لنا مخصوص. طبعا احنا كنا المصريين الوحيدين يعني. خلاص. ما كانش جالهم مصريين قبل كده اعتقد يعني. كان في واحد اعتقد قبل كده، ولكن كان من فتره يعني. فزي ما تقولوا كده بيعاملونا معامله سبيشال شويه يعني. خلاص. عشان طبعا المدرسه كان 3/4 اندونيسيين. و المدرسه اللي احنا كنا في المدرسه كان ليها فرعين. خلاص. احنا كنا في فرع كده معين يعني. كان 3/4 اندونيسيين واحنا. وفي فرع تاني للمدرسه برضو كان في بقى الفيتناميين ومن اللي هم الناس اللي هم بتوع منغوليا والكلام ده. تمام. بتوع هايتي كانوا عندنا في الفرع بتاعنا اللي هو في الاندونيسيين يعني. تمام. المهم خبط خبط. ايه يا عم انت مين؟ طبعا الراجل ما بيتكلمش انجليزي مثلا خالص يعني. هو كلامه الانجليزي عارف شويه كلمات وبيحطهم ورا بعض. تمام. وانت افهم بقى. ماشي. فالمهم عرفنا ان هو هنروح
نجيب عجله. خلاص، عشان طبعا دي تبقى وسيله المواصلات يعني، بتاعتنا هنا في اليابان يعني. كده. عشان طبعا في القريه المترو غير مثلا المدينه، في كل حته فيها هتلاقي فيه محطه مترو بتاع، اللي هو الاكسس بتاعها ايزي يعني، انك تلاقي محطه وبتاع وتتكل يعني. انما في القريه هي مفيش غير يعني محطه واحده بس، وبين المحطه والمحطه حوار، وهو خط واحد بس. تمام. فما ما ينفعش يعني، ما ينفعش ايه تستخدم المترو او القطر انك تروح اي مكان في سواء المدرسه او سواء بعد كده الشغل وبتاع، صعب. فهو لازم العجله يعني. تمام. بس فالمهم ايه، يلا تعالوا نجيب العجله وبتاع. ماشي. نزلنا معاه كده العربيه عنده وبتاع. طبعا في اليابان الدركسيون يمين، ماشي، مختلف عن مصر يعني. فطبعا دي كان اول مره حاجه نشوفها وبتاع، حاجه جامده يعني. بس فالمهم رحنا مكان العجل دون. طبعا احنا كان يعني كنا جايين اصلا هنا يعني في اليابان يعني بفلوس، بقيه الفلوس زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، التذاكر والكلام ده كانت حاجه بسيطه يعني. فيا دوبك يا دوبك جبنا العجله بالعافيه يعني. فاخد بالك. فالمهم قعد واحنا بنشتري بقى العجله وبتاع، هو طبعا قاعد بيكلم الراجل وبتاع. طبعا مش فاهمين طبعا هو بيقول ايه اصلا خالص يعني. المهم بقى ورق بقى وبتاع ويمضي وما اعرفش ايه زي عقد كده وبتاع، ورقم العجله وما اعرفش ايه، عشان خاطر العجله هنا حاجه اساسيه يعني، او اللي هي يعني ليها اهميه شويه، فبيبقى ليها رقم كده. الرقم ده بيتسجل في الشرطه، بحيث لو مثلا اتسرقت حصل لها حاجه ولا بتاع بيتعرف ده صاحبها مين يعني. ماشي، ده النظام يعني. فكان الورق ده كله بقى بيتملى وبتاع، مين خلص ودفعنا فلوس تمام مش عارف ايه. بس وخدنا العجل وبتاع. وبعد كده ايه اتقابلنا بقى مع ايه بقيه الاندونيسيين بتوع المدرسه. كانوا برضو بيشتروا عجل برضو وبتاع، بس جايين عن طريق حاجات تانية يعني. ما اعرفش، كانوا جايين ماشي اعتقد، مش فاكر يعني. بس المهم ايه، رحنا بالعجله كده مع بعض كده كجروب يعني. المدرسه بقى كان اول يوم وبتاع. آه المدرسه دي بقى كانت ايه يعني، هو يعني مبدئيا اصلا يعني المدرسه اللي احنا دخلنا فيها دي كانت يعني هي لما بتيجي يعني الشرح بتاعها من اول حصه بالياباني. طب يعني لا مؤاخذه يا احنا اصلا مش فاهمين انت بتقول ايه اصلا. لا ما انا هقول لكم بالراحه، طبعا بالياباني برضه، وبيتكلم بالراحه بالياباني برضه. طب انت يعني بالراحه سريع، احنا مش فاهمين حاجه اصلا بتقول ايه يا ابني انت، خربشه مش فاهمين. مفيش فايده. فكان ساعتها الانسين اللي معانا طبعا هم اصلا قبل ما يجوا بيبقوا اصلا دارسين زي ما تقول كورس او حاجه، بحيث يبقوا يعني الى حد ما فاهمين الدنيا ماشيه زي على الاقل الحروف وبعض الكلمات البسيطه يعني، فبيبقى عندهم فكره حاجه بسيطه يعني. تمام. فاحنا كنا ايه قاعدين بقى مفيش خالص بقى، انتوا بتقولوا ايه يا جدعان، ما انت ايه ده، طلاسم مفيش خالص، بالراحه بقى سريع مفيش اي حاجه. تمام. فطبعا ايه خدوا بالهم يعني وبتاع. ف الاندونيسيين طبعا كتر خيرهم يعني، في بعض الاصدقاء يعني منهم يعني بقوا صحابي بعد كده. بيترجموا لي بقى. هو لا ده بيقول لك كذا كذا كذا، او اظن كذا كذا بالانجليزي بقى. تمام. بس وبعد كده ايه اتعرفت على ناس تانية في المدرسه وبتاع. منهم واحد سوري برضو صاحبي لغايه دلوقتي. فده اقترح عليا ان انا اجيب ايه الترجمه. كان هم عندهم في كتاب اسمه مينا نو نيهونجو. خلاص، ده اللي كانوا بيدرسوه في المدرسه. ماشي. الكتاب ده ما فيهوش كلمه انجليزي خلاص، هو ياباني بس، حتى الشرح بتاعه ياباني، كل حاجه فيه بالياباني وبتاع، فانت ما اتصرف يعني. خلاص. ف صاحبنا ده بقى ايه اقترح عليا ان انا انه في فيرجن انجليزي من الكتاب ده، ترجمه اللي هو الياباني ده. تمام. نفس برضو ايه الشركه، نفس كل حاجه وبتاع، هم عاملين نسخه الانجليزي ده كمساعده ايه وانت بتذاكر الكتاب الاصلي. فقلت له خلاص ماشي نروح نجيبه وبتاع. فالمهم دلني على مكتبه بقى في اليابان بقى وبتاع. رحنا لقينا الكتاب اللي بالانجليزي. تمام. وطبعا الكتاب اللي بالانجليزي يعني مثلا الدرس الاولاني مثلا هنا هو الدرس الاولاني هناك، ولكن ايه الترجمات بتاعته. خلاص. بس فبعد ما جبنا بقى الكتاب ده بقى خلاص بقى الى حد ما ايه بيقولوا الكلام واحنا ايه بنشوف توزيع كذا تمام تمام فاهم، شو واحده 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 واحده. ايه الواحد بدا ايه ماشي تمام ياخد باله. خلاص.
طبعا في الاثناء دي، في اول بالظبط كان اول كام، اول شهر خلاص بنبتدي بقى ندور بقى ايه، طب يا جدعان عاوزين نشتغل، ما مفيش فلوس بقى، ما احنا يا دوبك اللي جايين بيه وخلاص، هتعمل ايه؟ طيب ما انت محدش يصرف عليك هنا، انت لوحدك ماشي. فا ايه في نظام الشغل وبتاع المدرسه بقى، طبعا ايه عندهم زي حته كده قسم او حاجه ان هم انت بتروح عايز مثلا بارت تايم، فبيقولوا لك خلاص ماشي، ويدوروا لك على بارت تايم، ويقول لك خلاص ممكن تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده وبتاع وكده وتروح تشتغل يعني. تمام. إيه احنا بقى علشان خاطر ما كناش ختمنا الختم في المطار ان احنا نشتغل تصريح الشغل يعني، فاضطرينا ايه نروح لمكتب الايميجريشن اللي هناك يعني. خلاص المكتب الايميجريشن ده كان في حته اسمها تاكاساكي، دي اللي هي زي ايه اكبر بلد، او يعني مش اكبر يعني اكبر حته يعني في البريفكتشر بتاعت جولما دي كلها يعني. تمام. بس ففي مره رحنا، كان معانا برضو ايه البنت اللي شغاله في المدرسه دي برضو، بحيث ان هي عشان تترجم يعني. تمام. فبس رحنا المكتب ده، ادانا لهم بقى ايه الورق بتاعنا، كارت الاقامه وبتاع المدرسه وبتاع، وعايزين ايه الختم وما اعرفش ايه. طب ماشي، عملنا كده ابلكيشن كده بسيط، ورقه واحده اعتقد، وبعد كده ايه ختموا لنا على كارت الاقامه ان انت مصرح انك تشتغل 28 ساعه يعني في الاسبوع. تمام. بس عشان خاطر لو الختم ده مش عندك انت ما ينفعش تشتغل اصلا يعني. بتاع الشغل لما يجي يشغلك يجي يبص كده ما يلاقيش ختم، ما يشغلكش، يقول لك انا اسف ما فيش. تمام. يعني عشان تطالب، وانت كطالب اصلا كارت الاقامه بتاعك من قدام مكتوب عليه لا ما يشتغلش اصلا. تمام. فانت لازم الختم اللي هو بيبقى ورا الكارت ده ان هو ايه، لا ده اعفاء بس ان هو يشتغل 28 ساعه في الاسبوع كاعفاء يعني. تمام. بس عملناها وابتدينا بقى ندور على شغل وبتاع. طبعا الشغل كان يعني زي ما تقول ايه، في بقى شغل مصانع، في شغل بتشتغل في الاماكن اللي هي بتغلف الاكل يعني. هنا عندنا في هنا حاجه اسمها في الكومبيني هنا، اللي هو الكونفينينس ستور. خلاص. بيبيعوا حاجات كتير يعني، من ضمنهم ايه الوجبات السريعه، الاكل اللي هو سواء بقى نودلز، سواء فراخ، رز، اي حاجه يعني. تمام. فكان في مصانع اللي هي بقى بتغلف الحاجات دي، وبترص بقى الطبق وتبرة تبقى شكله عامل ازاي بقى وتغلفه وبتاع، بحيث ايه بيروح لايه للمحلات دي كلها عشان خاطر يتباع يعني والكلام ده. تمام. فالبارت تايم مثلا كان في واحد من ده، في واحد مثلا بتاع مش عارف تقطيع فراخ، في واحد بقى كان بتاع ايه آه بتسوي بقى لحم خنزير وبتاع. طبعا ايه ما فيش الكلام ده. وللاسف المدرسه نفسها لما بتيجي بتساعدك عشان خاطر شغل وبتاع، فكله بالياباني يعني ما تتكلمش معاك انجليزي. واللي هو ايه، طب عاوز تكلم مثلا انت المكان مثلا، تمام، ما يكلمكش المكان، طب خد رقم تليفون كلم انت. ماشي. كان صعب بالنسبه لنا يعني. خلاص. فالمهم برضو تاني مره برضو قلنا ايه كلمنا برضو صديقنا السوري دون، فاقترح علينا نروح على ياماتو. ماشي. ياماتو دون دي شركة نقل هنا في اليابان لوكال يعني، وبتشحن برضو اوفرسيز عادي يعني، ولكن شركة نقل يعني. خلاص. بس فكان عندهم زي مستودع كبير بقى، اللي هو المكان اللي بيتجمع فيه البضايع او الطرود من كذا حتة بقى في البريفكتشر كلها. والمكان ده زي بتقول ايه سورتنج سنتر يعني، بتاع التقسيم. فالحاجه كلها بتيجي في المكان ده وبتتقسم بقى، مثلا ايه بقى ده مثلا رايح حته معينه، ده بيروح حته معينه، ده رايح حته معينه، اللي هي الطرود بقى على حسب كل طرد بيبقى فيه ليه اماكن معينه يعني، ليه زي بتقول مكان، او اللي هو بيبقى العربيه بقى اللي بتاخد الحاجه دي وتروح بقى المكان توزع بقى في المكان ده. تمام. فهو ايه سورتنج يعني سنتر يعني من الاخر. خلاص. فاقترح لنا نروح كده ونروح نقدم هناك وبتاع. و طب ايه تيجي معانا وبتاع عشان الياباني وبتاع. خلاص ماشي اجي معاكم ما اعرفش ايه. فجي معانا الراجل كتر خيره، رحنا وبتاع. طبعا ايه هناك بيبقوا عايزين ناس على طول يعني. ماشي. ليه هناك الشغل انت بتشيل كراتين. خلاص. فالشغل عتاله يعني. خلاص. والناس طبعا ايه، في ناس بقى اللي هو لا ده شغل تقيل، ده شغل صعب مش عارف ايه، واخد بالك. والناس بقى لا مثلا ياخدوا عدد ساعات قليله ما اعرفش ايه الكلام ده. احنا طبعا عادي يعني، احنا دايسين يا جدعان، احنا مفيش اي حاجه
احنا ده جايين اصلا اللي هو لا احنا ميتين على الحوار ده، واصلا بايعين كل حاجه وفاهم، فاللي هو لا احنا اي حاجه احنا معاكم يعني. تمام. بس ف جه معانا فوق وبتاع، كنا محضرين CV. طبعا CV في اليابان هنا موحد، ماشي. يعني هو CV اللي انت بتعمله دون، هو يعني بتقدمه في اي مكان، وصاحبك اللي معاك او اي حد تاني ياباني هو نفس CV، نفس التسطيره، نفس كل حاجه نفس الشكل بالظبط. خلاص. فدي حاجه كويسه موحده، غير مصر طبعا كل واحد بيحب يعمل السي في بتاعه بديزاين معين ومش عارف ايه. طب هنا مفيش الكلام ده، خلاص هو ديزاين واحد. البتاع السي في نفسه بتشتريه فاضي لو عايز، بتشتريه من الكونفينينس ستور، عادي عادي جدا، بيتباع عادي. بتجيبه وتملاه، تحط صورتك وتملاه وتقدم بقى ايه بارت تايم فول تايم اللي انت عايزه. تمام. فهو ده ايه ده النظام هنا بالنسبه للسي في يعني. خلاص. بس فكنا محضرين احنا السيفيهين. رحنا. طبعا هو بقى الراجل بقى ايه بيتكلم معاه، وانا طبعا احنا قاعدين محالين بس كده. خلاص اللي هو احنا فين الشغل؟ خد الشغل. هو طب يلا بس كده. تمام. فالمهم ايه، خلصنا ورق وبتاع، خد يا عم اهو CV اهو، وده كارت الاقامه والختم تمام. وكان يعني في اليابان حاجه اسمها الهانكو اللي هو الختم. خلاص ده بيبقى بدل الامضه يعني. فالمدرسه كانت عامله لنا كل واحد فينا ختم يعني في الطلبه كلهم، يعني بحيث ايه لو مثلا بنفتح مثلا حساب بنك او حاجه او شغل مش عارف ايه، فيبقى ده ايه الختم بتاعك يعني. تمام. كانوا عاملين لي ختم بس كان اسمي مكتوب فيه غلط يعني. بس ايه يعني بنعدي يعني، احنا اصلا كده كده اصلا الحاجات دي مش يعني مش مهمه قوي يعني. خلاص. ما دام هو ما دام بتاعك وانت اللي ماسكه يعني، غلط صح بقى، ما دام هو بتاعك خلاص مش مشكله. تمام. بس بعد ما قدمنا وبتاع تمام، كانت الإقامة تمام، الختم مظبوط، خد يا عم الايه. طبعا في بقى ورق كتير بقى، امضي 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 زي عقود كده. طبعا احنا كلها بالياباني بقى ما بنقراش بقى، احنا نمضي امضي هنا خلاص، امضي هنا حاضر، امضي هنا حاضر، بس. تمام. بس فتمام تمام خلاص ماشي. وخد بقى ايه مقاساتنا وبتاع، عشان خاطر بيبقى بيجيب لنا كوتشي سيفتي، عشان خاطر إيه لو مثلا الكرتون وقعت او حاجه على رجلك او حاجه، ايه رجلك ما تتدمرش يعني. تمام. بس والخوذه. خلاص بيجيب لك برضو خوذه وبتاع، عشان خاطر حاجه تخبط فيك ولا حاجه. تمام. بس فتمام تمام هتدوا، بس هتدوا من يوم كذا وما اعرفش ايه. خلاص ماشي. بس فروحنا وبتاع، فضلنا بقى ايه في الايام دي بقى المدرسه وبتاع كل يوم ما اعرفش ايه. وصلنا بقى خلاص بقى احنا لسه ايه هنبتدي نخش الشغل وبتاع، ولكن ايه الفلوس خلاص بقى، فاهم؟ خلاص. اللي هو يعني اخر حاجه يعني، يا دوبك ناكل ونشرب بالعافيه ماشي الفتره دي قبل ما نقبض اول قبضه يعني. تمام. بس المهم ايه قعدنا يعني فاهم قرش يعني القرش يتصرف كده ايه يعني باتقان يعني. عشان طبعا في الاول احنا اول ما جينا اللي هو ايه ده، دخلنا بقى كوميونتي ستور بقى في الاول، ايه الحاجات الجامده دي، طب انا عايز ادوق دي وادوق دي واجرب دي وادوق دي اصرف اصرف اصرف. تمام. غلط طبعا، بس يعني ما كناش يعني نعرف يعني. تمام. المهم ابتدينا بقى الشغل وبتاع. الشغل بقى عباره عن انت بتشيل بقى. تمام. بيجي لك بقى ايه عنده زي بتاع كده عامله زي الدولاب كده، فيها كراتين كتير. بتيجي لك بقى، دي ما بتخلصش بقى، انت بتيجي يعني في بيبقى كتير بقى يعني. العربيات مثلا بتيجي من كذا حته بقى، بتيجي بتنزل الحاجات دي، وبعد كده عم بتلف باين ولا ايه، بتستنى اللي هي ايه بقى لما الحاجه تتقسم تمام، وكل واحد ياخد ايه المنطقه بتاعته في العربيه بتاعته وايه ويطير يعني. تمام. فالحاجه الكراتين بتاعت الكتيره دي، الدواليب الكتيره دي ما بتقفش يعني، هو مربع كبير كده فيه مليان بقى كراتين فوق بعض كده وبتاع. فانت بتاخد الواحده من دول، تشيل، تحط على السير. في بقى سير بقى عندهم ايه سير بقى ايه ماسك البتاع كلها بالطول بقى. خلاص. فانت لما انت بتنزل بتاع في السير بياخد البتاع ويقعد يمشي 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 يمشي, يمشي. بيبقى فيه يعني على طول السير بقى فيه زي سيكشنز كده. خلاص. كل سيكشن يعني السير ده زي ما تقول ايه في مانوال وفي اوتوماتيك. خلاص. يعني السير كان هو ايه نظام سير يمين وسير شمال ماشي. ده كده بس عشان الصوره بس المكان. تمام. سير يمين وسير شمال. خلاص.
وفي اليمين والشمال ده في بقى منه اللي هو بيبقى ايه يعني في متقسم، يعني هو مثلا سير ماشي كده، في منه واحد طالع لفوق، واحد منه ماشي لتحت. خلاص. اللي طالع لفوق ده بيبقى الكراتين اللي هي كرتونه زي الناس، يعني اللي هي بتبقى كرتونه والستيكر بتاعها فوق، بحيث تبقى القرايه بتاعت الباركودز والحاجات والدبانات تبقى سهله يعني. ليه؟ عشان اللي طالع فوق دون بيبقى فيه زي ليزر كده، والبتاع الكرتونه معديه بيقرا الايه الستيكر يعني، فبيعرف في انهي جزء يعني، تمام، في انهي سيكشن هتنزل فيه. فالبتاع كلها يعني سير تحت وسير فوق، والناحيه الثانيه برضه سير تحت وسير فوق. فالسير اللي فوق ده بيبقى اوتوماتيك، يعني انت مثلا ايه الطار ده مثلا ماشي كده 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 كده، هو مثلا المفروض ينزل هنا، فتلاقي ايه في زي بتاعه كده بتقوم خبطاه كده، تمام، بيقوم تحدفه كده مثلا في الحته دي، يقوم نازل، ويترجع وحاجه ايه ترجع تاني، تمام، وهكذا. فاللي فوق دي اوتوماتيك. اللي تحت بقى ده مانوال، اللي هو بقى ايه الكراتين الغريبه بقى. الكراتين بقى مش الكراتين مثلا قفه مثلا بتاع بؤجه مش عارف ايه، عندهم ويحب قوي هناك دي ايه شنط الجولف، شنطه كده يعني تقيله ومجعبره كده، تمام، فهي بيحبوها قوي هناك يعني. حاجات زي دي بقى بتبقى من تحت بقى، تمام. بس انت بقى بتعمل ايه؟ بتشيل تحط 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 تحط. ده الناس اللي في الاول دي اسهل شغلانه. احنا كناش نعرف دي في الاول. احنا في الاول كنا ايه بنقف في السكشنات. خلاص. هقول لكم السكشنات دي بتعمل فيها ايه، ولكن بس ايه اللي في الاول ده يا دوبك بينزل على السر وخلاص. اقصى تفكيره ان هو بس ممكن ايه لو حاجه كرتونه مثلا سهله نفس اريو صغيره وحلوه وبتاع، يحطها في الايه في السر اللي طالع لفوق. غير كده كله في ايه في السر اللي ايه اللي قدامك على طول، تك 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 عادي، تمام. وايه والناس بقى اللي ماسكه بقى على طول السير بقى السكاشن دي، دول بقى اللي يقسموا بقى. خلاص. بس فنزل نزل 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 نزل، خلص، هات البتاع اللي بعديها، الدولاب اللي بعديه، نزل نزل. طبعا انت بتشيل بقى في بقى تقيل في خفيف بتاع، شيل وارمي وخلاص. ماشي. فهي عشان كده كانت عايزه يعني عتاله، يعني لازم تبقى انت ناشف يعني كده وايه وتشيل حاجه وبتاع، تمام. بس فده الجزء الاولاني من السير. الجزء التاني بقى اللي هي السكاشن بقى دي، بتعمل انت ايه فيها؟ كل سيكشن من دول بيبقى فيه الدواليب دي بس بتبقى فاضيه، بس بيبقى فيه مثلا ايه تلات دواليب كده، وثلاثه هنا مثلا واتنين هناك، بتاع مثلا ايه تمن دواليب كده. كل دولاب فيهم بيبقى فيه رقم فوق، اخر رقمين يعني من الطرد. فلما طرد يجي لك او ينزل لك، فانت بتشوف اخر رقمين فيه كام، او اول رقمين مش فاكر يعني حاجه فيهم يعني، تمام. فبتشوف اول رقمين مثلا او اخر رقمين دول كام، وتشوف الايه الدواليب اللي حواليك ارقام يعني الرقم المشابه ليه، وايه وتحطه ايه وترصه في الايه في الدولاب ده يعني، تمام. فانت ايه عمال بقى تلف بقى، تاخد بس واحد ده هناك هنا، حط هنا اللي هنا، ده هناك الناحيه الثانيه، ده ماشي، ده هنا برضه، ده هناك هنا برضه، وهكذا. انت شغال ايه عمال رايح جاي وتلف وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا وتبص هنا لا هناك لا لا هناك، تمام. فدي بتبقى ايه حاجه كده ايه صداع بقى، صداع. خلاص. في تقيل في خفيف. والبتاع يعني البتاع لما بتنزل من فوق بقى الطرد او الشخص ما بيبقى المانوال بقى ايه، شخص واقف بقى ايه عند السير من قدام، ماشي، بيشوف بعينه مانوال بقى ال 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 الارقام اللي عنده، يعني هو بيبقى حافظ بقى ايه الدواليب اللي عنده ارقامها كام، فهو بيبقى ده في دماغه، فبيشوف الطرود وهي جايه الارقام، اللي لو حد رقم عنده بتاع فيقوم ايه مدخل الطرد عنده في اللي هو في السير اللي هو بيخش بقى ايه زي ما بتقول كده في حته كده فسحايه كده مربعه، بيبقى فيها بقى الطرود بقى لما بتخش أو نازله من فوق او جايه من الراجل ده، بتتحط بقى كده بايه بتتكون كده جي 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 جي. فانت لازم ايه بتخلص بسرعه، ما ينفعش تهدي. لو هديت هتلاقي كلها ايه اتملت والدنيا كلها كعبرت فوق بعض، تمام. فلازم تنجز، واخد بالك. فهي دي كانت اوحش مكان في الليله دي كلها يعني. خلاص. المهم فده كان طبيعه الشغل يعني. فضلنا شغالين في ياناتو ده لمده 3 شهور جيف اور تيك، يعني حوالي 3 شهور. خلاص. في خلال 3 شهور بقى دول ايه الياباني بقى ايه شويه 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 شويه. طبعا ايه احنا شغل ياماتو دون كان ايه، شغل ياماتو دون كان بيخلص، كان بيبتدي اعتقد على الساعه 8 او 9،
وبيخلص الساعه 2 او 3 الفجر. تمام. فانت بتروح البيت تنام حاجه بسيطه، عشان انت عندك المدرسه كام 9 الصبح. تمام. فانت بتروح البيت تنام، تصحى قبليها تروح المدرسه. المدرسه اعتقد كانت بتخلص على الساعه 2 باين، حاجه كده يعني. خلاص، فبتيجي يا دوبك تعمل الاكل بتاعك ومعرفش ايه وبتاع، تاكل ومعرفش ايه، عايز تذاكر شويه، انت كده برنس. غير كده انت ممكن تنام شويه كمان، بحيث ان انت جاي تعبان اصلا. تمام. بس بعد كده تصحى الصبح بقى ايه، تصحى على بالليل بقى كده، تاخد بقى العجله بتاعتك يا باشا وايه، وتطير على يابات الشغل. خلاص. طبعا ساعتها كان الجو بقى تلج بقى. تمام. جولما دي عشان خاطر في الشمال شويه، فدرجه الحراره بتنزل بالسالب بقى، والتلج بينزل عادي ومفيش اي مشكله. تمام. ف كان في ايام في اليابان دي واحنا مروحين يعني، بتبقى على الساعه 2 او 3 بالليل وبتاع. فمن كتر السقعه يعني انت لابس جوانتي خلاص، ولكن الجوانتي ايدك جواه مجمده. يعني انت العجله ماسك العجله كده دريكسيون كده ماشي وماشي، يعني مش ايديك، مش انت مش عارف تفكها من كتر اللي هي ناشفه خلاص، يعني الدم واقف لغايه لما توصل البيت بالعافيه. ماشي. اشتريك ان انا تطلع فوق، كنا بنطلع احنا فوق بقى ايه في البيت بقى على طول، يا دوبك تقلع الجوانتي بالعافيه. اصلا انت ايديك مش عارف تعملها كده عشان تعرف تقلع الجوانتي نفسه. تمام. من كتر التلج. خلاص. بنشغل الدفايه، كان في دفايه كده اللي هي بتاعتين كده وبتاع بينوروا، يعني مش بينوروا، اللي هي من كتر الحراره يعني. فدي كانت الدفايه دي كانت شغاله على طول اصلا عندنا يعني. تمام. عشان برضو حتى في النوم الاوضه تلج، فكان هي الدفايه الصغيره دي كده، مش فاكر لسه عندنا ولا لا، مش فاكر هي فين والله. بس المهم يعني، فكنا بنشغل الدفايه وبتاع وبنحط ايدينا قدامها كده عشان ايه، تفك بس قبل ما ننام يعني. ف يعني دي كانت من ضمن الايام يعني. المهم يعني، فضلنا قاعدين في ياماتو دون 3 شهور، حوالي 3 شهور يعني. خلاص. بعد كده ايه، عرفنا ان في شركه تانية مرتبها اعلى شويه، و بتشتغل بقى نظام ايه، انت مثلا يعني كل يوم، يعني هي بيبقى بيدوك ال 28 ساعه خلاص، ولكن مثلا ممكن تبقى ايه 4 ايام في الاسبوع، 3 ايام بس عدد ساعات كتير وهكذا يعني. ولكن هم بيظبطوا لك 28 ساعه بالظبط في الاسبوع يعني. تمام. آه، بس فدي كانوا عاملين زي، مش زي اجتماع كده او زي اللي هو ريكروتنج يعني. ففي المدرسه، مش في المدرسه ولكن آه، مش فرع المدرسه نفسه. المدرسه اصلا دي كانت مدرسه كبيره يعني، فكان ليها كذا مبنى كده في المدينه يعني. خلاص. فكان في مبنى منهم اللي هو بتاع الاجتماعات والحاجات دي يعني، فكانوا عاملين هناك يعني. فلقى اصحابنا الاندونيسيين وبتاع، يا رجاله وبتاع الشركه كذا كذا وبتاع وحلو ومرتبها حلو وما اعرفش ايه وبتاع، طب ايه عاملين اللي هو ريكروتنج وبتاع، تعالوا شوفوا ما اعرفش ايه. فقلنا خلاص تمام. فروحنا وبتاع زي انترفيوز بقى. تمام. طبعا احنا ايه الوحيدين اللي جنسيه اجنبيه، يعني الجنسيه اللي هي مختلفه يعني. هم عاده ايه بيبقى اندونيسيين 3/4 يعني، هو اللي بدول ايه محتلين الشغلانه. خلاص. احنا مصريين هو ايه اللي هو ناس جديده يعني، فالكلام بقى وبتاع. المهم عدينا في الانترفيو دي إيه كده يعني بدعاء الوالدين يعني. تمام. بس وهتبتدوا معانا شغل مثلا يوم كذا وما اعرفش ايه وبتاع. خلاص. دي بقى عباره عن ايه بقى الشغل ده إيه، كل يوم او كل يعني يوم يعني، مش كل شغلانه يعني، كل شيفت انت بتروح مكان مختلف، فدي حاجه كويسه. تمام. هي الشركه دي عباره عن شركه جرد. خلاص. بتعمل جرد للمحلات. تمام. فبيدوك جهاز كده، طبعا بيعلموك عليه الاول يعني. احنا اول حاجه خالص هي كانت عباره عن محاضره يعني في الشركه بقى ايه، في هناك في الاتش كيو بتاعهم يعني. تمام. وبيشرحوا لنا بقى الجهاز ده بيتعمل ازاي، بيشتغل ازاي يعني، وامثله للبضاعه، وازاي تعمل اسكان للبضاعه وما اعرفش ايه وبتاع. تمام. هي عباره عن كان عن ايه، الجهاز ده عامل زي الموبايل كده بس طويل شويه، وبيبقى فيه وفي من ورا كده ايه زي ليزر. خلاص. وزي من قدام كده زي التليفون كده فيه ايه ارقام وبتاع ومنيو ما اعرفش ايه وكده. المهم، فبتعمل ايه انت مثلا كشخص مثلا ايه بتعد بقى وبتاع، موظف المفروض يعني،
لو مثلا في سوبر ماركت مثلا، خلاص، فانت عندك الرف مثلا في كذا بضاعه، يعني في مثلا ايه وليكن مثلا هنا شيبسي بطعم كذا، وهنا شيبسي بطعم كذا، وهنا مثلا شيبسي بطعم كذا، وليكن مثلا، خلاص، هنا تونه، هنا سردين، هنا مش عارف ايه، ماشي. فانت ايه بتعمل ايه بالجهاز كده؟ بتعمل سكان لايتم واحده بس، تمام، بتعمل لها سكان، فبتظهر لك ايه في البتاع هنا، ده رقم كذا وبتاع، طيب كام واحده؟ فانت بتعمل سكان رقم لواحده ايتمز، ماشي. وبعد كده بتعد الايتم، بتشوف بقى ايه كام كيس شيبسي، كام مثلا، 10 مثلا، تكتب ايه، كاتب 10، اوكي، اللي بعده، فايه الايتم التاني من ايه، من الصف، سكان، عد اكتب الرقم، سكان، عد اكتب الرقم، الصف اللي بعده. عاوز تنزل مثلا ايه الرف اللي تحتيه، فبتدوس ان انت ايه خلصت ده، خش الرف اللي بعديه في البتاع نفسه الجهاز، فايه زي ما تقول بينزل الرف اللي تحتيه يعني، خلاص، في الجهاز. فايه سكان، تك، عد ني كذا، سكان، عد دي. فهو دي كانت الشغلانه، خلاص. ومدين لك كده ايه كرسي، المفروض هو كرسي يعني، ولكن اللي هو بيتطبق، ولكن انت مش تقعد عليه، انت تقف عليه، عشان لو في مثلا رف عالي ولا بتاع، تعرف ايه تقف وايه، وتعمل اسكان زي ما انت عايز، تمام. في بقى حاجات بقى مستفزه بقى، احيانا كنا بنروح نعمل جرد الكتب، مكتبه، خلاص. فالمكتبه دي رخمه في حاجه، ان بيبقى فيها 2 باركود الكتب يعني، عاده يعني، خلاص. فانت بتعمل سكان الاولاني تك، والتاني تك 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 تك، وما بتعدش، يعني كل كتاب بيبقى لوحده، يعني ما ينفعش حاجه اسمها تعمل سكان وتعد، لا، هو كل كتاب لوحده. فانت حرفيا ايه، خصوصا المانجا، عندهم المانجا طبعا عارفين اللي هي قصص المانجا بتاعت اليابانيين دي، تمام، الرسوم الانمي يعني. فدي بيبقى لها 2 باركود ورا وبتاع، فانت بتطلع الكتاب كده من الرف طبعا كده كله مرصوص كده متكدس، خلاص. فانت بتطلع كده بتاع تك 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 تك، كتاب، خلاص، منجايه، ماشي. فدي كانت رخمه شويه يعني، عشان خاطر انت ما بتعدش، انت تك 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 تك، وايدك بقى، ايدك دي بتورم بقى، انت بتطلع وتدخل، بتطلع وتدخل، يعني صوابع، عضلات ايدك، عضلات صوابعك دي كده بتورم يعني، خصوصا الشمال دي، عشان انا ايه كنت بشتغل بالشمال وبعد باليمين يعني، تمام. بس فدي كانت الشغلانه يعني. بس فابتدينا نشتغلها وبتاع، فضلنا شغالين الشغلانه دي لغايه يوم التخرج من المدرسه بتاعت الايه، اللغه دي، تمام. طبعا بقى خلال مدرسه اللغه دي طبعا ايه، مع الشغل، مع الدراسه وبتاع، كان الوقت مفيش وقت نعمل او يعني ننزل بقى طوكيو بقى ونخرج بقى، وما فيش الكلام ده، خلاص. غير ان مفيش وقت، مفيش فلوس. الفلوس اللي بتجيلك انت بتدفعها للمدرسه، وبتدفعها للسكن، تمام. المدرسه كانت بتاخد يعني، احنا الفلوس اللي كنا دافعينها المدرسه في الاول دي ما كانتش فلوس المدرسه كلها، دي كانت اعتقد كانت اول 6 شهور بس، تمام. فبعد اول 6 شهور دول، ما اعرفش 6 شهور او 3 شهور، اعتقد 6 شهور يعني، بقى ايه، كل شهر ندفع المدرسه بقى، يعني بقى اتقسمت بقى ايه، بعد ال6 شهور دول ما خلصوا، بعد كده بقى خلال عشان تقفل بقى السنه ونص بتوع المدرسه كلهم، الباقي ده كل شهر بتدفع المدرسه ايه، زي القسط يعني بتاع الايه، المصاريف يعني، تمام. غير المدرسه بندفع ليه، للسكن. السكن تبع المدرسه، ولكن مصاريف السكن، الفلوس بتاعت السكن يعني انت بتدفعها المدرسه برضو، ماشي. فانت بتدفع المدرسه ايه، المصاريف بتاعتها والسكن مع بعض ايه، من المرتب بتاعك، ماشي. فانت بتدفع دول، غير طبعا الاكل والشرب بتاعك، ماشي. فما فيش وقت انك ما فيش فلوس انك تعرف تخرج وبتاع مش عارف ايه، لا، يعني اخرك ممكن تتمشى في البلد اللي انت فيها دي بالعجله وخلاص. نروح مثلا ايه في المربع بتاع البلد ده، كان في محل سوشي، كان رخيص يعني. كنا بنروح ايه يوم بقى لما احنا خلاص تعبانين، كان الاسبوع بقى خلاص بقى، عشان احنا بناخد سبت وحد اجازه، خلاص، اجازه من المدرسه مش من الشغل، ما الشغل ممكن يبقى فيه سبت وحد عادي بنروح، تمام. فكان بيبقى ايه في يعني زي ما تقول نص اليوم كده ايه فاضي يعني، خلاص. فساعتها ممكن مثلا ايه، ممكن نروح مثلا ايه، ناكل شويه سوشي ولا حاجه كده ايه يعني، دي كانت اللي هو ايه ده كان اسبوع دمار بقى، لا نستمتع شويه، مش ده اخرنا في الاستمتاع، تمام.
بس وطبعا ايه كنا بنروح بقى ايه نجيب بقى الجروسريز يعني، بس عشان نحط في الثلاجه وبتاع ونعمل بالاكل اليومي بقى وتبر. بس انما كخروجات وبتاع بقى وسهر بقى ودنيا مفيش الكلام ده خلاص. طول فتره المدرسه بتاعه اللغه دي ماشي. الحاجه المضحكه بقى ان في التخرج بتاع المدرسه، يعني الوقت بقى ايه ما اتخرجنا من المدرسه، آه، يوم التخرج ده طبعا المدرسه طبعا عشان يابانيه وبتاع، ففي دايما ايه زي تكنيكس لكل حاجه يعني خلاص. فكان عندهم ايه التخرج، يعني احنا مثلا يعني في حقوق مثلا لما جيت انا اتخرج من الجامعه بتاعت حقوق دي عادي، تتخرج خلاص ماشي يا باشا خلاص، خد الشهاده شكرا سلام سلام. لا في بقى الجراديويشن سيريموني ده والحاجات اللي هي الايه دي مفيش. كان على ايامنا احنا مفيش. دلوقتي ممكن تلاقي بيعملوا بقى الطلبه مع بعضيهم وبتاع، ممكن بيعملوا حاجه زي كده، بس على ايامنا احنا ما كانش فيه الكلام ده خلاص. كنت تخلص الجامعه وبتاع تاخد الشهاده يلا اتكل على الله، شوف خش جيش ولا شوف تتصرف تمام. فهنا كان ايه في بقى ايه حفله خلاص جراديويشن سيريموني، ولازم بقى تيجي بقى ايه بلبس بقى محترم بقى بدله واتيفر، او لو بنت فستان وبتاع الكلام ده تمام. ودي بقى اللي هيوزع فيها الشهادات ومش عارف ايه والكلام ده خلاص. اليوم ده بتاع الجراديويشن سيريموني دون كان قبليه كان عندنا شغل ايه في الشركه بتاعت الجد دي خلاص. فاحنا كنا مخلصين امتى؟ مخلصين الصبح، مخلصين 6 او 7 الصبح خلاص. وعقبال ما وصلنا يعني المحطه اللي هي بتاعت اللي فيها بقى المدرسه والبيت بتاعنا وبتاع تمام. فساعتها احنا كنا اصلا لما بنيجي من الشغل في الوقت ده عشان كان بيبقى فيه، كان ساعتها طبعا كان ساعتها ايه ما كانش فيه مقاطعه والكلام ده يعني. فكان في ماكدونالدز في المحطه يعني خلاص. فكنا ايه طبعا ماكدونالدز هنا رخيص يعني، هنا يعتبر زي ايه زي الفول وطعميه في مصر يعني، ارخص حاجه خلاص. فكنا ساعتها بنيجي من الشغل مثلا لو جينا في وقت زي كده، فبايه بنخش على ماكدونالدز ده، وبنجيب ايه كذا سندوتش كده بتاع إيه فراخ كده وبتاع، بحيث ايه يعني يرم عظمنا يعني خلاص. طبعا احنا ما كناش بنتخن خالص في السندوتشات دي عشان خاطر احنا كنا مفشوخين يعني تمام. ف فكان اللي هو ايه بس كان عشان خاطر بنبقى جعانين طول الليل وبتاع، فكنا بنجيبها يعني. بس ففي اليوم ده جينا في نفس الميعاد عادي، وكان ايه بقى خلاص اللي هو ايه المفروض بقى السيراموني دون بقى ما اعرفش كان الساعه 9 باين او حاجه زي كده، فكان بتاع فاضل ساعتين مثلا وجعانين بقى وبتاع، وجايين بقى ايه بلبس الشغل. كان هو الشغل ده بيبقى فيه كان ليه يونيفورم خلاص بتاع كده فوق وبنطلون. لا البنطلون كان اسود، اي بنطلون كان بيمشي يعني، ولكن هي كان ليهم زي جاكيت كده وطبعا ليه تاج وما اعرفش ايه الكلام ده يعني. فكنا جايين احنا بالجاكيت بتاعهم يعني بتاع الشغل يعني خلاص. بس ف كان انا واخويا وبتاع، فقلنا ايه قلنا احنا ممكن نروح البيت نغير وبتاع، ولا يعني ولا نروح البيت ونغير وبعد كده نروح البتاع مش هناكل خلاص. واللي هو ايه بينا وبين نفسنا طب وعلى ايه خلاص. ايه الهدف مش ان احنا ناخد الشهاده وبس، لا الهدف بتاعنا كان ان احنا عايزين اقامه هنا في اليابان، ده الهدف اللي هو الاسمى يعني خلاص. فبالنسبه لنا كان حوار الجراديويشن ده كده بس منظر يعني، بالنسبه لنا ما يفرقش في اي حاجه خلاص. فقلنا ايه قلنا يو نو وات فاكس يا باشا، احنا نقعد يا باشا اطلب يا باشا سندوتشات ناكل ونظبط، وبعد كده ايه ممكن نروح ايه السيراموني كده بلبس الشغل. وده اللي حصل تمام. في المطعم ده قابلنا 2 كانوا برضو من اصدقائنا يعني في المدرسه يعني، كانوا برضو متلبسين وشيك كده وبتاع، معرفش كان جم ليه، كان جم عاوزين ياكلوا مش فاكر يعني، كان صدفه يعني. فقابلناهم وبتاع ايه وبتاع انتوا مش هتروحوا السيراموني؟ لا هنروح وبتاع، بس هنروح كده ما اعرفش ايه. ليه يا جدعان ده الناس كلها لابسه وبتاع والبدله، والناس بتقول ان انت لازم عشان خاطر بقى في بقى صور في حوارات وهتاخد الشهاده فلازم تبقى كده ايه يعني لبسك نضيف وما اعرفش ايه وبتاع. قلنا لهم لا فاكس وبتاع، احنا ايه هو احنا هنروح كده وخلاص تمام. طبعا يعني الواحد طبعا عشان معاه اخوه، فاللي هو لا انت في حد في ظهرك فانت دايس ماشي. انما لو الواحد مثلا كان لوحده كان ممكن ايه لا ابقى انا كده الوحيد اللي غريب وبتاع، لا طب خلاص ماشي ايه نبقى نمشي مع القطيع يعني خلاص. فالحمد لله طبعا ان كان اخويا كان معايا يعني، فاللي هو ايه لا يا باشا
كل يا باشا تمام، ظبط المعده تمام، وبعد كده ايه نروح لهم في السيراموني ده يعني. تمام. المهم رحنا السيراموني ده، كان في الفندق بتاع المدرسه، يعني اصل المدرسه دي اصل ليها كذا مكان يعني، واخده كذا ارض كده في المنطقه في جولما دي يعني. فكان ليهم فندق يعني من ضمن الاراضي اللي عندهم يعني. تمام. فالسيراموني ده كان في الفندق، كان في الدور الثاني ساعتها. فاحنا ايه دخلنا وبتاع بلبس بقى ايه الشغل بقى وبتاع. طبعا احنا شلنا النيم تاجز يعني عشان خاطر برضه يعني مش للدرجه دي يعني. تمام. بس فدخلنا وبتاع، زمايلنا بقى ايه ده انتوا لابسين كده ليه؟ انتوا مش ما عندكمش بدله ولا ايه؟ فطبعا اللي هو ايه لا يا جدعان عادي، ما البدله في البيت، بس انا لا احنا جايين تعبانين وكان في شغل وبتاع، فمش اروح واجي وبتاع هتاخر، وانا كنت جعان فلا انا اكل الاول وبتاع ونيجي هنا اخد شهاده وخلاص. طب ايه ومش عارف ايه، لا ده في حدث مهم وما اعرفش ايه ولازم تكون ما فيهاش حاجه وبتاع، وكل واحد بقى بكلمتين بقى. تمام. احنا بقى لا يا عم فاكس احنا اصلا طول السنه دي كلها ولا السنه ونص مفشوخين شغل، مفيش راحه خالص بقى. تمام. فاللي هو لا ما يعني ايه يعني، لا يا عم هو كده خلاص. وبعدين المدرسه واخده بتاخد مننا فلوس كل شهر، يعني على قلبهم على كده يعني بالجزمه يعني. تمام. بتغيظ لما انت تبقى قابض القبضه ماشي، تعبك بقى في السقعه وفي التلج، والقبضه جايه لك وتلاقي تلات ارباعها حرفيا تاني يوم. فانت بتحس ان انت ايه شغال كده عامل زي الطوره بساقيه كده، لما تلف كده وخلاص، مفيش اي حاجه. يا دوبك بيبقى لك الفلوس اللي بيتبقى لك هي بتجيب اخر شرب وخلاص كده ايه تصفر تاني. تمام. فبالنسبه للمدرسه، المدرسه مش مجبيه علينا في حاجه، فبالنسبه لنا لا يا عم يغروا في ده. تمام. ده كان التفكير يعني. خلاص فلا يا عم هو نروح كده وخلاص، احنا كل اللي عايزينها منهم اصلا هو الشهاده وخلاص، هات يا عم الشهاده يا عم السلام عليكم بس. تمام. بس فروحنا وبتاع السيراموني انا مش عارف ايه، المدرسين كان هناك طبعا ايه ده شغل وانت لبس شغل ما اعرفش ايه، لبس شغل وكده، كان تعبانين وبتاع. طب خلاص ماشي وبتاع. طبعا ايه ما حدش بيعلق يعني، لكن طبعا ايه بيبصوا كده بس عارف النظره هي ايه يا كده، عارف النظره دي هي دي. بس طبعا احنا بالنسبه لنا عادي يا فاكس يعني ايه يعني فاكس. تمام. طبعا تلات ارباع الناس دي اصلا ما اعتقدش ان هم كملوا في الياباني اصلا يعني. خلاص. اللي خد معهد بعد كده خد وبعد كده مشي، واللي مشي اصلا بعد المدرسه على طول. بس واللي كمل قليلين يعني. ماشي. بس حضرنا البتاع عادي واخدنا الشهاده تمام، سلام وبتاع، وخلصنا ورحنا البيت عادي مفيش اي مشكله. بس واليوم خلص على كده. تمام. بعد كده بقى ايه طبعا احنا علشان خاطر عاوزين الاقامه فلازم، وطبعا المدرسه خلصت، فده كان بالنسبه للإيميجريشن ده ريزون، اللي هو انت جاي ليه؟ عن جاي دراسه. طيب الدراسه خلصت فالريزون مش موجود، سبب القعده بتاعتك مش موجود، فانت يا اما تكمل دراسه في مكان تاني او تلاقي شغل. ماشي. طبعا المستوى الياباني بتاعنا كان مش قد كده وبتاع، ف نكمل دراسه تاني في معهد او حاجه زي كده. فدورنا ومعرفش ايه وبتاع. انا بالنسبه لي انا قدمت على اي تي، معهد اي تي وبتاع، عشان طبعا اي تي ده المجال بتاعي وبتاع. ولكن معهد الاي تي اللي انا قدمت عليه دون ما رضاش ياخدني عشان خاطر الياباني بتاعي ما كانش جامد قوي ساعتها. خلاص. وساعتها ما كناش واخدين الجي بي تي، او كنا واخدينه بس كنا واخدين الان 4. الان 4 ده اللي هو ايه يعني، هم مستويات الياباني دول خمس مستويات ماشي. عندك من اول الفايف لغايه ال1. ال1 ده اللي هو التوب انت فشيخ، و5 ده اللي هو انت لسه بتتعلم الحروف يعني. خلاص. فاحنا كنا في الفور، معانا الشهاده بتاعت الفور يعني. تمام. فشهاده الفور دي يعني اللي هو يعني انت مفيش يعني مينيمم 3 يعني، مينيمم اللي هو ايه ان 3 ماشي. وطبعا الكلام وبتاع فمش قوي يعني. فالمهم ايه قالوا لي يعني ايه لا وبتاع مش هينفع ما اعرفش ايه وبتاع. فالمهم قعدنا ندور. ف طبعا احنا قبل التخرج اصلا كنا بندور يعني. خلاص ما استناش لغايه الاخر يعني. خلاص. ولكن المهم ايه ما لقيناش غير معهد اللي هو بيدرس الكايجو دي اللي هي ايه، اللي هي بتاعه رعايه المسنين. خلاص. بيعلموك ازاي ايه ترعى المسن وبتاع في ايه في سواء بقى في البيت، سواء في
في مركز رعايه المسنين نفسه والكلام ده. خلاص، فدي ليهم معهد هنا يعني، وهنا بيحتووا ناس كتير قوي في المجال ده، عشان محدش ايه من اليابانيين يعني بيحب ان هو ايه يعني يقعد بقى يساعد العواجيز وبتاع وكده، عشان خاطر ايه هنا العواجيز اليابانيين دول اصلا يعني دماغهم بتبقى ضربه خالص يعني. طبعا من كتر بقى الخمره بقى والكلام ده، فبتبقى ايه الدماغ شمال خالص يعني ماشي. فمحدش كان بيحب كده، فبياخدوا اي حد وخلاص بقى، الياباني بتاعك عامل ازاي مش مشكله تعالى. تمام. فدي اللي احنا دخلناها. خلاص، كان معهد سنتين المفروض. تمام. المعهد ده حصل فيه شويه مغامرات يعني. طبعا انا عشان الوقت، فاحنا ممكن نكمل حوار المعهد ده في الجزء الثالث بعد كده. ولكن برضو قبل ما اقفل بس الفيديو ده، حاجه برضو اقول لكم عليها برضو. بالنسبه مثلا للجمارك، اول ما جينا هنا اليابان اول حاجه خالص الجمرك يعني. فالراجل بتاع الجمرك قال لنا، كان ساعتها انا لوحدي واخويا لوحدي يعني. ما كنتش شايف اخويا يعني، كنا ورا بعض يعني فاهم. فكل واحد خرج لوحده يعني. المهم، فانا الراجل بتاع الجمارك وبتاع بيقول لي بقى ساعتها وبتاع، اول ما جيت اليابان اول مره خالص، انت في حاجه عندك ممنوعه في الشنطه كده بالبق يعني؟ قلت له لا. قلت له انا معايا بس كنت ساعتها جايب اندومي من مصر يعني، عشان حاجه اكلها يعني ايه، عشان ما نعرفش بقى الدنيا فيها ايه. قلت له لا ده معايا اندومي بس واللبس بتاعي وبتاع. قال لي طب ممكن ابص على الشنطه بعد اذنك؟ كده بالطريقه دي بالظبط، بالانجليزي طبعا. تمام. قلت له ماشي. ففتحت السوسته وبتاع، فتحت له الشنطه وبتاع، فبص كده وبتاع بعينيه بس يعني، حتى ما عادش دخل ايده وبتاع، هو بعينيه بس كده وبتاع. قال لي خلاص ماشي وبتاع ايه اتفضل. بس قفلت الشنطه وبتاع، قلت له شكرا شكرا، وقمت ايه خارج. ده الجمرك هنا في اليابان. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه برضو عايز برضو اقول لكم عليها برضو، بالنسبه للناس الاندونيسيين اللي كانوا معانا. يعني في منهم كان في بنات معانا كانوا بحجاب يعني. على اخر السنه بتاعت بعد ما خلصنا مدرسه وبتاع، في الاواخر بقى ابتدوا خلاص بقى ايه، في منهم بقى يقرأوا الحجاب. تمام. واللي هو بقى خلاص بقى انا ايه بشعري وبتاع زي اليابانيين وما اعرفش ايه وكده. خلاص طبعا انا ماليش دعوه ماشي يعني، وكل واحد هو حر. ولكن انا حابب اقول حاجه، ان هو في اليابان هنا سهل ان انت ايه تنحرف يعني. خلاص، لو انت عندك ايه يعني، لو ايمانك مش قوي مثلا او حاجه، او انت يعني مهزوز، لا تنحرف عادي سهل. تمام. ليه؟ في برضو من الاندونيسيين عندنا برضو الايه الشباب يعني مسلمين المفروض يعني، تلاقيهم ايه بيجيبوا الخمر عادي وتمام وما اعرفش ايه. تمام. واسمهم مسلمين برضو على الورق يعني ماشي. ليه هنا يعني الدنيا هنا ايه مفتوحه. خلاص. ده الدارك سايد في اليابان يعني، عاده ما حدش بيتكلم عليه، ولكن هقول لكم عليه برضو. مثلا الخمره مثلا دي افيلابل يعني. عارف الكومبيني اللي هو الكومبينينس ستور اللي قلت لك عليه في الاول، دي اللي هي بتبقى دي في كل حته في اليابان هنا. خلاص. فدي انت بتخش عادي في الثلاجه كده ايه، في العصاير وما اعرفش ايه والكلام ده، وفي بقى ايه بتاعت الخمره وبتاع، ونسبه الكحول كذا كذا في المية كذا في المية وبتاع، وكل انواع بقى، وبالاطعمه وما اعرفش ايه حاجات بقى اللي هي انت فاهم. ومش غاليه، اللي هو عادي انت بتجيبها زي نفس سعر الكنز عادي، سعر كنز البيبسي او حاجه، نفس السعر عادي بالظبط. وبتجيبها طبعا. هو ايه عندهم ان انت بيقول لك انت يعني لو شافك منظرك كده، شافك صغير، فالراجل بتاع الكوميونتي ستور نفسه يعني البائع نفسه بيقول لك ايه طب ممكن اشوف اي دي او حاجه عشان اتاكد من سنك. غير كده لو شافك مثلا كبير شويه فخلاص ماشي. اجنبي اللي هو انت اجنبي وبتاع، خد يا عم انجز وايه سيبني في حالي، طبعا عشان اللغه وبتاع. تمام. فدي بالنسبه للخمره ايه الاكسس بتاعها ايزي. خلاص. بس. وطبعا ايه المجلات بقى اللي ايه اللي هي المجلات بقى اللي هي الشمال بقى، اللي في بقى صور عريانه بقى والكلام ده كله، دي كلها بتتباع عادي خالص يعني. هو الخمره هنا كده وفي نفس المكان بتاع الكومبينينس ستور يعني، والمكان بتاع الجرايد. فعندك الجرايد والمجلات عادي، والمانجا عادي مفيش اي مشكله، فكله جنب بعض يعني. بس واللي عاوز يجيب حاجه يشتري براحته. خلاص. فكان دي برضو افيلبل عادي. وطبعا اليابانيين طبعا مفيش حاجه اسمها بقى اذان، ما بتسمعش اذان اصلا
خلاص الاذان ده انت ما فيش يعني، هص هص وخلاص عادي، بالليل يجي صبح يجي، مش اي حاجه. خلاص فين وفين، لو سمعت حاجه هتسمع مين؟ تسمع الراجل بتاع البطاطا. عندهم بتاع البطاطا بيعدي كده فين وفين يعني، بطاطا بطاطا وبتاع بتاع كده، عربيه كده الشوايه وبتاع، وبيشوي بطاطا وبتاع وبيبيع بطاطا. يعني هنا البطاطا مشهوره يعني هنا في اليابان، ما تفهمش ليه. فده بس اللي بيعدي يعني، غير كده مفيش. خلاص مفيش اذان طبعا خالص. فانت عشان لو بتصلي انت بقى معاك بقى الموبايل بتاعك بقى بتوقيت مواعيد الصلاه وبتاع، فبتصلي بس. خلاص الجوامع مفيش يعني. هو لان المدرسين في المدرسه كانوا يوم الجمعه بيعملوا كده في الدور اللي فوق، كان في زي اوضه كده كبيره كده، اوضه الرسم يعني، أو فصل يعني عادي. فكانوا بقى في يوم الجمعه وبتاع، فايه بيعملوا فيه زي ايه خطبه الجمعه كده على قدهم وبتاع، وبنصلي يعني ايه الجمعه هناك وما اعرفش ايه في المدرسه. بس غير كده مفيش جامع. فانت حياتك كلها انت ايه بالنسبه للصلاه انت بتصلي مع نفسك. خلاص فانت لو ايمانك مش قوي ومش ملتزم افكس يعني، نفض اصلي النهارده وفاكس بكره، لا طب يا انا مكسل بقى، طب بلاش، طب مش عارف ايه. فالانحراف سهل، ماشي، سهل قوي قوي، خصوصا لو انت اجنبي يا. ده عيب اليابان يعني في بالنسبه للقصه دي، ان هي مفتوحه يعني. طبعا هي يعني هي كده يعني، بلد اجنبيه وبتاع، معروفه كافره وبتاع، معروفه يعني. خلاص انت المفروض انت لو مسلم يعني، الاسلام عندك ده المفروض يعني يبقى اولويه، فانت المفروض تلتزم، ماشي. بس وربنا طبعا شايفك سبحانه وتعالى، تمام. فالمهم طبعا يعني احنا الحمد لله كنا ايه، الحمد لله يعني تمام ملتزمين الحمد لله. بس فبنشوف بقى الاشكال دي وبتاع، اللي يعني الناس بقى اللي مش ملتزمه وبتاع، سواء بنات او اولاد وبتاع، اللي هو ايه، لا يعني الحوار صعب، الحوار صعب. خلاص بس طبعا احنا يعني ما ينفعش نقول حاجه يعني، كل واحد هو حر يعني في الاول وفي الاخر يعني، تمام. بس فالمهم عشان بس مطولش، عشان خاطر انا حاسس ان انا ايه شرحت جامد. باذن الله في الحلقه اللي جايه اللي بعد كده هنتكلم على إيه الحياه في المعهد بتاع رعايه الناس الايه الكبيره يعني، الناس العواجيز، تمام. عشان ده كان فيه حوارات كتير وخناقات بقى وبتاع و... وشويه مواقف كده جامده يعني. فده باذن الله هيبقى الحلقه الجايه. طبعا الحلقه انا هحاول اعملها اسبوعيا يعني، عشان برضو ايه يبقى عندي وقت اعرف ايديت واصور والكلام ده. فيعني فخليكم معايا. ما تنسوش بس ايه السبسكرايب وتلايك الفيديو وتشيره مع اصحابك. بس وبرضو زي برضو البودكاست اللي فات، لو في اي اسئله عايز تسالني عليها ممكن ادخلها مثلا في الحلقه اللي جايه مثلا وسط الكلام او حاجه، لو انا عندي اجابه ليها يعني هجاوبك عليها عادي. بس واشوفك يا شباب في الحلقه الجايه باذن الله. ما تنسوش سبسكرايب. ماشي. وطبعا الحلقه طبعا زي ما قلت لكم في الاول على في البودكاست على ابل بودكاست وسبوتيفاي. خلاص ده اللي عاوز يسمع ايه الحلقه اوديو يعني، تمام. ماشي يا شباب، اشوفكم بقى باذن الله في حلقه جديده الاسبوع الجاي باذن الله. مع السلامه.